أيها الإخوة المؤمنون، نود أن نتحدث اليوم عن واجب الآباء نحو الأبناء نحو الآباء. إذا كان واجب الآباء يتلخص في تربية أولادهم، فإن واجب الأولاد يتلخص في طاعة آبائهم والإحسان إليهم وطلب مرضاتهم فيما يرضى الله عز وجل. فقد بين الله منزلة للإحسان إلى الوالدين في مواطن متعددة من القرآن الكريم، يأمر فيها بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بالإيمان بالله وتوحيده. ومن ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة المؤمنون، ومن ناحية أخرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لم يرضى عنه والدي بالمعروف لم يرضى عنه الله عز وجل. فقال: رضا ربي في رضا الوالد. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان بر الوالدين بهذه المثابة فإن عقوقهما قد عده الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الفطور بعد الشرك بالله مباشرة، حين قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والشهادة الزور، كما بين أنه سبب للحرمان من دخول الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر ولا مؤمن خمر ولا مكذب بالقدر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم.